التصميم او الديزاين عمره ما كان مجرد ادوات. التصميم كان دايما حل للمشكلات. فالسؤال اللي بيطرح نفسه النهارده، هل مهنه الجرافيك ديزاين دي خلاص بلاش اتعلمها احسن واروح اتعلم كودينج؟ طب ما خلي بالك، ما أنا الكودينج برضه هينتهي وكل المجالات دلوقتي معرضه ان هي تنتهي. فلو انت حابب تتعلم جرافيك ديزاين فتعالى لي بقى هنا. انا هنا موجود عشان اقول لك على فيديو مهم قوي عن ازاي تتعلم الجرافيك ديزاين من خلال استخدام الاي اي كمان. فده فيديو مهم جدا جدا. سنة 2025 المنتدى الاقتصادي العالمي نزل تقرير كان صدمة لكل الديزاينرز. حطوا وظيفة الجرافيك ديزاينر رقم 11 في الوظائف اللي خلاص هتنتهي، بعد ما كان بتصنف ان هي وظيفة سريعة النمو وناس كتير قوي بتشتغلها، وسبب واحد وانا وانت طبعا عارفينه وهو الاي اي بقى بيعمل لوجوهات في ثواني، وبقى بيعمل براندنج، وبيولد صور تحفة من مجرد وصف بسيط، بقى بيعمل فيجوالز للفيجوال كامبين، بيعمل فيديوهات. والايجنسي اللي اسمها سوبر سايد هي شركه متخصصه في التصميم، قالت في تقرير ليها ان هي قدرت توفر لعملائها اكتر من $300,000 باستخدام الاي اي في مشاريع كتير كانت ممكن تتنجز باسعار كبيره جدا، خلصتها بالاي اي، وسرعت البراندنج بروسيس بنسبه 90% عن الاول. يعني مثلا بدل ما البروجكت كان ياخد اسابيع او شهور، بقى بياخد اسابيع بسيطه. فالسؤال اللي بيطرح نفسه النهارده، هل مهنه الجرافيك ديزاين دي خلاص بلاش اتعلمها احسن واروح اتعلم كودينج؟ طب ما خلي بالك، ما أنا الكودينج برضه هينتهي وكل المجالات دلوقتي معرضه ان هي تنتهي. فلو انت حابب تتعلم جرافيك ديزاين فتعالى لي بقى هنا. انا هنا موجود عشان اقول لك على فيديو مهم قوي عن ازاي تتعلم الجرافيك ديزاين من خلال استخدام الاي اي كمان. فده فيديو مهم جدا جدا، لاني عملت فيديوهات قبل كده عن ازاي تتعلم اصلا جرافيك ديزاين، ولكن الكلام اختلف دلوقتي. هل بقى لو قررت تتعلم دلوقتي مش هيبقى ليك مستقبل مثلا؟ مفيش فلوس كتير هتدخل من الجرافيك ديزاين، يعني في شغلانه هتفضل موجوده بس مرتباتها هتقل قوي. الحقيقه اللي انا هقولها لك ان في ديزاينرز كتيره جدا للاسف هينتهوا. يعني مثلا لو قلنا ان في نسبه 20 ل 30% من الديزاينرز فعلا هيقعدوا في البيت، وهيتولد نوع جديد من الديزاينرز. الفيديو دوت عشان انت تبقى من النوع الجديد دوت. اول كلمه عندنا وهو فني الادوات. يعني ايه فني الادوات؟ خلينا نكون صراحه، جزء كبير من شغلنا بيعتمد على الادوات، بيعتمد على التكرار والحرفيه اليدويه. يعني ايه الحرفيه اليدويه؟ يعني انت شاطر وسريع في البرنامج فانت بقيت ديزاينر كويس. ولكن النهارده الاي اي حط الناس دي في خطر كبير جدا. اي حد شاطر في الادوات مش هيبقى ليه مكان تقريبا، لان النهارده انا شاطر فبقدر اعمل فيجوال كامبين بطريقه سريعه جدا وحلوه، ولكن ما الاي اي في برومبت هيخلصهولي، يعني في ثانيه هيخلص. فالاي اي دلوقتي بقى بيشيل خلفيات، بيعدل الوان، بيغير احجام الصور، بيعمل تمبلتس جاهزه، بيعمل كل حاجه. فالديزاينر اللي كانت قيمته في الفوتوشوب والستريتور بس والديزاينز بتاعته بتطلع مش احسن حاجه، ده انا متاكد ان هو هينتهي. فلو انت كده لازم تبدا تطور نفسك بطريقه مختلفه، فلازم تسمع الفيديو دوت. التصميم او الديزاين عمره ما كان مجرد ادوات. التصميم كان دايما حل للمشكلات. يعني دايما بيبقى فيه بروبلم، الديزاينر ده بيبقى بروبلم سولفر، بيعرف يحل المشكلات. والذكاء الاصطناعي دايما افتكر ان هو اداه غبيه، يعني هو بينفذ اللي انت بتقوله له وخلاص. هو مش بيفهم، ما عندوش روح، ما عندوش عاطفه، ما عندوش استقلال جديده يقدر يطلعها لك غير اللي انت هتديها له. فبالتالي انت المتحكم في كل حاجه. والديزاينر الجديد اللي هيتولد هو المفكر الاستراتيجي، الاستراتيجيك ثينكر. يعني ايه؟ يعني اللي بيقدر يعمل براند وبيعمل كامبينز ويعمل فيجوالز ويعمل لوجوهات، يعمل كل حاجه سوشيال ميديا ديزاينز، ولكن باستراتيجيه تخدم البراند عمر ما الاي اي هيعرف يعملها. يعني من الاخر دوره اتحول من مجرد واحد بينفذ لا لدور حد دايركتور بيقدر يفكر ويعمل اكسكيوشن للديزاينز بشكل مختلف واحسن باستخدام الاي اي تولز والالستريتور والفوتوشوب. هو كلام جميل، ولكن عمليا هننفذ ده ازاي؟ فتعال اقول لك الطرق والخطوات كلها اللي انت تعملها عشان تظبط دوت وتتعلم دوت في اسرع وقت ممكن، وتبقى على نهايه السنه مثلا جرافيك ديزاينر بجد حلو وشاطر، وتقدر تشتغل وتقدم في بورتفوليو في شركات كبيره وتتاخد ان شاء الله. اول خطوه، وهي الخطوه اللي محدش بيقول عليها في التعليم نفسه، وهي الاساس. هو حجر الاساس، حتى لو الاي اي ده موجود مش موجود، ده حجر الاساس لاي ديزاينر في التاريخ، لان قواعد اللعبه ما اتغيرتش، هي اتغيرت في الحاجات اللي بعد كده بس الاساس ما اتغيرش. قبل ما تفتح اي برنامج لازم تبني اساس قوي. الاساسيات دي هي اللي هتعرف توجه التصميم بتاعك بعد كده صح، وهيبقى مختلف تماما عن الناس اللي مش بتتعلم الاساسيات. انا هقول لك شويه اساسيات كده، كلام عام، ولكن هو مهم انك تسيرش عنه بعد كده وتكتبه عندك في الورقه وتبدا تتعلم عنه شويه. اول حاجه الفيجوال هيراركي او التسلسل الهرمي البصري. ده فن اسمه فن ترتيب العناصر في التصميم عشان توجه عين المشاهد للحاجه اللي انت عايزها من البوستر او من السوشيال ميديا ديزاين اللي انت هتعمله. ازاي هتتعلم ده؟
ده ليه قواعد وفن، ومنها بيجي كلمه جولدن ريشيو اللي اكيد سمعت عنها كتير، لان ممكن تعمل ديزاين جميل جدا ولكن نظرك كله مش هيجي على اهم حاجه في الفيجوال او الهيرو بتاع الفيجوال اللي عايز كل الناس تبص عليه. وده في البرودكت مثلا لما تيجي تعمل برودكت لاي منتجات البان او الحاجات اللي زي دي، بيبقى دايما السوشيال ميديا ديزاين الناس بتروح حاطه البتاع في النص وخلاص. لا، في حاجات كتير قوي ممكن تعملها عشان توضح البرودكت ده بشكل اكتر، زي انك تعمل مثلا بلور لحاجات قبل البرودكت، والبرودكت ده يبقى بعيد، فبالتالي الناس تبدا تشوف العمق بتاع البرودكت وتشوفه بطريقه احسن. وهو ده الفن اللي احنا بنتكلم عنه. تاني حاجه لازم تتعلمها وهي الكالر ثيوري، نظريه الالوان. هتعمل ايه في نظريه الالوان؟ الالوان دي كتير جدا، انت هتستخدم ايه وفين وازاي، لان في حاجه اسمها كالر ويل. الكالر ويل دي بيبقى فيها الالوان كلها، فانت ازاي تختار اللون الصح للبراند بتاعك، او المود بتاع الفيجوال بتاعك ازاي تختاره لو انت بتعمل سوشيال ميديا. ولو انت بتعمل ابلكيشن فانت هتختار الالوان على اساس ايه. في حاجه مهمه تاني وهي التايبوجرافي. التايبوجرافي اللي هي الخطوط، هتستخدم امتى الخط السيرف، هتستخدم امتى الخط السان سيرف، امتى الهاند رايتنج، في انواع خطوط بالهبل امتى هتستخدمها وليه وازاي. برضو مهم قوي انك تعرف المسافات اللي ما بين الخطوط، امتى توسعها، امتى تضيقها، امتى تخلي هيدلاين. في حاجات كتير جدا ممكن تتعلمها في التايبوجرافي، وفي فنانين متخصصين في التايبو بس، فيعني ده عالم كبير قوي. في حاجه تانية مهمه اسمها اللاي اوت. اللاي اوت دوت وهو ترتيب الكلام والاليمنتس اللي هتبقى في اي بوستر او في اي سوشيال ميديا ديزاين او في اليو اي واليو اكس اللي هو في الابلكيشنز والويب سايت، ازاي بتتحط. اللاي اوت ده مهم قوي برضو، من الحاجات اللي تسيرش عنها وتبدا تقرا عنها شويه عشان تعرف وتقوي الاساس بتاعك. في حاجه تانية كده برضو بس دي مش ناس كتير بتقولها او بتعرفها، اسمها مبادئ الجي ستالت، وهي مجموعه نظريات بتشرح ازاي عقلنا بيفهم العناصر البصريه. ابحث عن المبادئ دي بالاسم وهتلاقي كلام كتير قوي عنها، زي التقارب والتشابه والاستمرارية والإغلاق والشكل والأرضية. المبادئ دي هي سر عشان تخلي أي ديزاين مريح للعين، وده مش أي حد بيعرفه. برضو في مصادر كتير قوي عشان تتعلم الكلام دوت، فأنا هقول لك المصادر اللي هي ممكن تقرا فيها، وأنت ممكن تعمل سيرش على جوجل وهتلاقي حاجات بالهبل ومقالات عربي وإنجليش، وممكن تكتب للاي اي ان هو ازاي يعلمك برضو الكلام دوت. فالموضوع سهل، ما تخافش، هتلاقي مصادر كتير قوي. خليني اقول لك شويه كتب مهمه قوي ممكن تقراها هتفيدك جدا. ابدا بكتاب اسمه Making and Breaking the Grid لمؤلف اسمه تيموثي سامارا، ده مهم قوي. وكتاب تاني ديزاين بيزكس لواحد اسمه ستيفن بينتاك، وكمان واحد اسمه ديفيد لوير. دي مراجع اساسيه، وفي كورسات كتير على كورسيرا ممكن تقدم فاينانشال ايد وتاخدها ببلاش تماما عن الديزاين بيزك. في كورس متخصص شويه اسمه جرافيك ديزاين سبيشاليزيشن عامله معهد كاليفورنيا للفنون، ده مهم قوي. وفي كمان جرافيك ديزاين كور، كمان كورس بتقدمه سكيل شير اسمه جرافيك ديزاين بيزكس وكور برنسبل فور فيجوال ديزاين، وده برضو سكيل شير هي اللي عاملاه. بتقدمه واحده من اهم المؤلفين وهي اسمها إيلين ليبتون، ودي مهمه جدا وهي ديزاينر شاطره جدا، ومهم قوي انك تعرف كل حاجه عن الكورس دوت برضه. وعلى اليوتيوب ممكن تفتح قناه ذا فيوتشر، ودي محتوى عميق جدا، مش بيتكلم بس عن الديزاينز، بيتكلم عن مبادئ الديزاين، ويعني مليان بودكاست وحاجات كتير جدا ممكن تتعلم منها. الخطوه الثالثه وهي تعلم البرامج، ودي خطوه مهمه قوي، وكان زمان في ناس كتير بتبدا بيها ولكن زي ما قلنا ان ده غلط. هنبدا نتعلم برامج بسيطه زي فوتوشوب والستريتور من اي قناه على اليوتيوب. القنوات بالهبل والكلام سهل جدا فيها. ممكن في خلال شهرين اعمل فوتوشوب، وبعد كده شهر ونص الستريتور تكون عارف شويه البرامج دي، ودول بس اللي تبدا بيهم، ما تبداش باي برامج تانية لحد ما تعرف انت هتعمل ايه، لان بعد كده هتيجي الخطوه الرابعه وهنرجع تاني للخطوه الثالثه. الخطوه الرابعه وهي اختيار التخصص اللي انت هتشتغل فيه. انت هنا بتكون كونت نظره عامه عن الديزاين، بتكون عرفت انواع الديزاينز ايه، هتشتغل ايه، هتعمل ايه، وبيكون شويه جواك يعني مثلا قربت اللي انت عايز تتخصص في ايه. يعني هل هتتخصص براندنج ولا سوشيال ميديا ولا يو اي يو اكس ديزاين، عايز تشتغل في مطبعه فهتدور في مجال المطبوعات. فعلى اساسه هتبدا ترجع تاني للخطوه الثالثه وتتعلم البرنامج المناسب للحاجه اللي انت عايزها. يعني مثلا انت قررت تتعلم يو اي يو اكس، لازم ترجع تاني وتتعلم برنامج فيجما. تخش مجال المطبوعات يبقى لازم ترجع تاني وتتعلم برنامج ان ديزاين. بس الفوتوشوب والستريتور معانا في كل حاجه، يعني هم مهمين جدا في اي حاجه. وفي كمان برنامج تاني اسمه ديزاينر انفينيتي تقريبا. البرنامج ده مهم ولكن يعني ما حبيتوش قوي لما ابتديت استخدمه. يعني ممكن برضو تجربه، ممكن يعجبك. هو برضو بيطلع نفس الاكستنشنز ونفس الحاجات اللي بيطلعها فوتوشوب والستريتور. وانت بقى في التخصص هتتعلم ازاي التخصص بتاعك. هنا
ممكن بقى تاخد كورس، يعني ممكن مثلا تشوف على منصه زي ينفع او المنتور، ممكن تلاقي عليهم شويه فيديوهات بالعربي، وطبعا ممكن تشوف ناس بتحب المجال وبتتكلم عنه زيي وزي ناس تانية كتير جدا اشطر مني كمان. وممكن كمان تتواصل مع الديزاينرز وتسالهم عن المجال، وتسالهم هل في يعني هو حلو ولا لا، هل ليه مستقبل، وهكذا. يعني في اساليب كتير جدا ممكن تتعلم منها التخصص، ولكن تركز انك تتعلم من منتور او من حد يبدا يحطك على الطريق صح عشان ما تلصش بس لوحدك. ولكن عادي ممكن تتعلم لوحدك تماما من شويه اليوتيوب والحاجات اللي ببلاش، ويعني ممكن تسال شات جي بي تي شويه يعني تتعلم ازاي تروح هنا تروح هنا لحد ما تبقى كويس في التخصص بتاعك. نيجي هنا للخطوه الخامسه، وهي خطوه جديده في التعليم اصلا وفي الديزاين، خطوه مش ناس كتير بتعملها ولكن دلوقتي طبعا ابتدت ناس كتير قوي تعملها، وهي البرومبت انجينيرنج. وهي بتعلمك ازاي تكتب صح عشان تولد الصور مظبوطه، بمعنى ان هي هتعلمك ازاي تكتب البرومبت اللي انت هتحطه في تشات جي بي تي او هتحطه في ميد جورني او ايا كان. طب هتعلمه منين دوت؟ لان هي اوامر صعبه لتوليد الصور، فلازم تتعلمها من مكان، واحسن مكان تتعلم منه زي ميد جورني. ميد جورني منزل كورس جواه ممكن تتعلمه. في ويب سايت تاني اسمه ليرن برومبتنج منزل برده كورس مجانا تماما، ممكن تاخده وتتعلم اكتر واكتر. وطبعا في ناس كتير قوي على السوشيال ميديا بيعلموك ازاي تكتب برومبت، يعني هو مش محتاج كورس، هو محتاج بس شويه يعني تجرب كتير وتشغل مخك شويه، وازاي كمان تطلع ستايلات جديده وتدرب الاي اي على ستايلات انت حاببها بحيث ان هو يجنريت ستايلات شبهها كتير. وانا هنا كده وصلتك للخطوه الاخيره، وهي البورتفوليو. اللي انت قبل ما تقدم وتجيب اول عميل لازم تعمل بورتفوليو. طب انت هتعمل بورتفوليو ده ازاي؟ اول حاجه بتدخل على بيهانس، بتتفرج على البورتفوليوز بتاعت الناس والكيس ستاديز اللي هم بيعملوها، وتبدا مثلا وليكن انت تتعلم براندنج عشان دي اكتر حاجه بحبها. بعد ما تعمل اللوجو تبدا تعمل كيس ستادي كامله للوجو بتاعك. وممكن تتفرج على بيهانس بتاعي او تخش على بيهانس عموما وتتفرج على كيس ستاديز كتيره جدا عاملاها شركات وعاملاها افراد، تبدا تعمل شبهها. ده معنى انك مش هتقلد، لا انت هتقتبس منهم الكلام وازاي بيشرحوا الكونسبت وتبدا تعمله في البورتفوليو. وما تقدمش شغل غير لما تعمل من 3 ل 4 بروجكتس كامله، لو ممكن تعمل اكتر كمان، بحيث ان يبقى البورتفوليو بتاعك مليان فالناس تبدا تشوفها وتبدا فعلا يتواصلوا معاك. وحاجه تانية، انا عامل فيديو قبل كده اسمه ازاي تجيب اول عميل ليك، فيديو مهم جدا لو انت اتفرجت عليه في اللحظه دي هيبقى مهم قوي، وهتبدا تعرف ازاي تجيب اول عميل فعلا ليك، وان شاء الله يجي ويبقى الموضوع سهل وحلو يا رب. وحاجه تانية، لو انت معكش بريف، لا في ويب سايتس كتيره بتبدا تديك بريف، وتقدر من خلال البريف دوت تبدا تديزاين حاجات من دماغك. يعني انت مش لازم تعمل حاجه لكلاينت حقيقي، يعني البروجكتس دي كلها هتعمل من دماغك. ففي ويب سايت زي woodbrief.io، وده بيعمل لك بريف. وممكن تستخدم الاي اي على فكره ان هو يعمل لك بريف عادي، قول له انا عايز بريف لمطعم في الحته الفلانيه، الف بريف، فهيبدا يالف لك حاجات كتير جدا، ومنها تقدر تاخد الافكار، تكتب الاستراتيجي بتاعتك وتكمل وهكذا. اخر حاجه اقولها لك وهو مستقبل التصميم من وجهه نظري، يعني هل المهنه دي هتقف ولا لا؟ زي ما قلت لكم قبل كده، المصمم اللي مش هيطور نفسه هو ده اللي هيقع، والمصممين اللي هيبداوا يتعلموا الاوامر ويبداوا يطوروا من شغلهم هم دول اللي هيبقوا توب وهيشتغلوا اكتر واكتر، وهيبقى الناس بتدور عليهم صدقوني. ويا سلام بقى لو اتعلمت جرافيك ديزاين واخدت معاه كمان حاجه يعني موشن بسيطه زي انك تحرك اللوجوهات ازاي، او ممكن تاخد معاه شويه ماركتنج عشان تبيع ازاي، كل ده هيفيدك في الكارير بتاعك عامه. فملخص كل الفيديو ده، اهم واغلى حاجه هي افكارك ودماغك وعقلك، هو ده اللي بيعمل كل حاجه مش الادوات. انا معاك، لو محتاج اي سؤال اسالني، اي حاجه في الدنيا هساعدك فيها لو انا اعرفها. وكمل في المجال، ما تيأس، المجال كبير وواسع ومليان، هيبقى افكار وحاجات كتير ومطلوب جدا جدا جدا، ما تقلقش. اتمنى الفيديو يكون عجبك، انا محتواي كله بيتكلم عن البراندنج واليو اي واليو اكس، فلو عجبك الفيديو استنى الفيديوهات الجايه، ولو ما عجبكش بص على الفيديوهات القديمه ممكن حاجه تعجبك، في معلومات كتير قوي فيه. ما تنساش اللايك والسبسكرايب لان ده بيفيدني جدا. وبس كده، سلام.